ما كل واحد يسأل نفسه، عشان كل اللي بينقل عنهم تخاريف وكلها أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة. هم لهم طريقة بيعبدوا بيه، هم لهم طريقة فكرهم الشيعي، أنا ماليش دعوة بيه. هل هم يعبدوا الأصنام؟ هل هم يعبدوا الأوثان؟ هل هم بيقولوا إن سيدنا علي هو الرسول؟ مفيش كلام من ده خالص. هؤلاء عندما يذهبون للحج بيروحوا يحجوا فين؟ في العراق ولا في جبل لبنان؟ بيحجوا في مكة. ومناسك الحج بتاعتهم ايه؟ مش هي نفسها هي بتعملي كده ليه؟ تخافي كده ليه؟ لا ما اعرفش. هي ما اعرفش. الله، اللي ما اعرفش فيه ما اتكلمش فيه، ما اعرفش. انا اللي بقول لك اهو. هي الله اعلم. الله اعلم. انا هكذب يا بنتي؟ لا يا دكتور مش قصدي، هو في فيديوهات. هو انا مش قاري؟ دقيقة واحدة فيديوهات نازله لهم من مناسك الحج بتاعتهم اللي هي الاخيره دي، يعني مش نفس المناسك بالظبط. بيعملوا ايه؟ قولي. لا انا ما اتفرجتش بالتفصيل، يعني ما سمعتش الصوت. لا ما تجيبهاش، ملوش لازمه. لا مؤاخذة، بس يعني الحج عرفه. ماشي رد عليا. الحج عرفه. بيطلعوا عرفه ولا لا؟ يا ريتهم ما كانوا طلعوا. ما هم كده انت مش انت بتساهمي في تقسيم الاسلام. انا متطرف. انت تساهمي في تقسيم الاسلام. ليه؟ انت تساهمي في تقسيم الاسلام. ليه بساهم؟ لا وقت لتقسيم الاسلام. الله، هو انت متخرجه من الازهر بقى واخده لي شويه مواد لا علاقه لها، مرجعيتها الوهابيه كلها. مفيش شيعه في الاسلام. لا شيعه في الاسلام، مفيش حاجه اسمها شيعه في الاسلام. انا مالي؟ بس انا دلوقتي قدام مؤامره، انا امام مؤامره اقعد اصوت عليها ولا اجيبها دلوقتي كلها ومعايا؟ انا مسلم. ماشي، مسلمين وموحدين بالله وتمام، بس مفيش حاجه اسمها شيعه في الاسلام. وانت ربنا؟ مفيش حد فينا الازهر ده ربنا؟ استغفر الله العظيم. يعني سؤال، الازهر ده ربنا؟ الوهابيه دي ربنا؟ الشيعه دول ربنا؟ انا عايز اسال، دول ربنا؟ في فتنه حصلت في الاسلام، هذه الفتنه حدثت ايام ابي موسى الاشعري وموقعه التحكيم. الله، وشق الاسلام زي ما بتشق الجبنه قطعه الجبنه، وبني على هذا الامر، وبنت هذه الفتنه ودعمتها واصلتها الدوله الامويه، الدوله الظالمه التي ظلمت الاسلام من اجل دنيا تملكها. هو ده اللي حصل في هذا الامر. اقوم انا افضل حمار؟ يعني انا حمار بقالي 1000 سنه ولا 1200 سنه، اقعد حمار لغايه يوم القيامه؟ الله، هل هؤلاء مسلمين ولا كفار؟ من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم. مين بقى اللي هيحاسبك وهيحاسبه؟ ربنا. انت هتروح تحاسب الشيعه؟ لا طبعا الشيعه هيجوا يحاسبوكي؟ محدش يملك ده، لا انا ولا هم. حلو قوي. يبقى المثل البلدي بيقول ايه؟ انا وابن عمي على الغريب، انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على ايه؟ على الغريب. واحنا قدامنا غريب دلوقتي، نسيب الغريب ونقعد نقول سنه وشيعه؟ يبقى احنا متخلفين، بهايم، بقر. اللي بيحصل لنا ده حلال فينا، يبقى حلال حلال حلال. اما نبقى نقف يا استاذه حياه ونوقف الدين، نبقى نقعد نقول سنه وشيعه. انما ايه اللي بيحصل في العراق؟ ايه اللي بيحصل في سوريا؟ ايه اللي السعوديه بتعمله؟ ايه اللي بيحصل في كل مكان؟ مش قصه سنه وشيعه.